النهارده نتكلم على الفرونت لاين وركرز او العاملين اللي بيتفاعلوا مباشره مع كلاينتس او مع كاستمرز، مع العملاء. الكواليتيز او الصفات او الكاركترستكس، السمات اللي المفروض تكون متوفره فيهم عشان يبقوا eligible to play this role، او مؤهلين او كفء ان هم يلعبوا الدور ده. الهيومن ريسورسز ممكن يختاروهم بناء على السمات اللي هنتكلم فيها mainly يعني بشكل رئيسي. الحاجه الثانيه عمليه الاسسمنت، التقييم. في تقييمين مهمين جدا هنتكلم فيهم، وازاي انه الامبلويي او الوركر اللي بيشتغل في الفرونت اوفيس او بيتعامل مع العميل بشكل دايركتلي او مباشر، ازاي ان هو يتعامل معاه بالشكل الصحيح الذي لا يؤدي به الى حاله من الغضب، واذا حدثت حاله الغضب ازاي ان هو يقدر to manage situation او الموقف، يعني ان هو يدير الموقف كله. طيب خلينا نقول اول حاجه خالص انه عمليه الاسسمنت في حاجه اسمها psychological tests او اختبارات نفسيه ممكن ان يتعرض ليها الموظف او الكانديديت المرشح عشان يتم معرفه اذا كان ممكن ان هو يلعب الدور ده، ان هو يتفاعل مع العميل بشكل مباشر ولا لا. في ممكن تبقى written، ممكن تبقى verbal، يعني ممكن تكون بالكلام، ممكن تكون مكتوبه. بيتعرف منها ساعتها سماته النفسيه وطريقه او سلوكياته المختلفه وطريقه تفاعله مع المواقف المختلفه. في كمان حاجه اسمها simulation test او اختبار المحاكاه، ان يتم محاكاه احد المواقف اللي ممكن الموظف يتعامل يعني او ان يتعرض ليها في التعامل مع العميل داخل مثلا مكان خدمي، ونضعه في موقف مشابه ونشوف رد فعله هيكون عامل ازاي، الريسبونس بتاعه او استجابته في الموقف ده هتكون عامله ازاي. ده برضو بناء عليه ممكن قياس مدى قدره الشخص ان هو يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر. تعالوا بقى نتكلم على الكواليتيز او الصفات. وقبل ما نقول الحته دي كمان خلينا نقول ان لابد يكون في تريننجز، يعني بعد اختيار الناس الانسب والافضل لابد يكون في تدريبات مستمره وجايدنس وتوجيه في الامور المختلفه، في الاحوال المختلفه، يعني في المواقف المختلفه المفروض تتعامل مع العميل ازاي. وكمان وطبعا لابد ان يكون في حاجه اسمها evaluation او تقييم، يعني on an ongoing basis. لابد يكون في تقييم مستمر periodically بشكل دوري، لانه على فكره سلوكيات الانسان ممكن تتغير من وقت للتاني. يعني ممكن شخص في الاول تم اختياره ان هو كفء ان هو يتعامل مع الجمهور، بعد كده جد ظروف يعني جدت ظروف في حياته اثرت شويه على سلوكياته او تفاعله مع الناس. في اللحظه دي السوبرفايزر او المشرف او المسؤول عنه هيبتدي يلاحظ ده بناء على عمليه التقييم. فالتقييم او الاسسمنت ما بيبقاش مره واحده بس، ده المفروض يبقى بعد كده periodically بشكل دوري. طيب خلينا بقى نتكلم على الكواليتيز او الصفات المفروض تكون متوفره في الشخص. نبدا باول حاجه. طبعا احنا عارفين حاجه اسمها facial expressions، تعبيرات الوجه والبادي لانجوج. هنتكلم على كل ده بالتفصيل ان شاء الله، بس نتكلم اول حاجه على حاجه اسمها tone of voice او نغمه الصوت. عندنا 3 المفروض انه في الهاي واللو والمودريت، يعني المتوسطه الطبيعيه النورمال، وفي اللي بيبقى طبقه صوته عاليه شويه، وفي طبقه صوته منخفضه. المفروض انه شخص يكون في المرحله المتوسطه اللي هو ولا هي عاليه ولا هي منخفضه. لو منخفضه هيبقى العميل صعب عليه ان هو يستمع الى مثلا موظف وشرحه ليه على منتج او خدمه اجراءات معينه بيقوم بيها، فهيضطر ريبيتيتيفلي بشكل متكرر ان هو يقعد يساله انت قلت ايه، حضرتك قلت ايه، انت يعني مش هنوصل لحاجه. فده لو. والهاي بيحصل ميس اندرستاندينج او سوء فهم لدى العميل، انه ممكن يظن ان الشخص دوت بيتشاجر معه، او ان هو بيتعامل معاه بطريقه فيها disrespect او عدم احترام او underestimation او قله تقدير او سوء تقدير له، فيبتدي يحصل فلاشز او مشاكل بسبب طريقه الكلام. فالمفروض يتم توجيه شخص انه لا، طبقه صوتك لو هي طبيعتها عاليه نقللها شويه وناخد بالنا من النقطه دي. فدي حاجه مهمه جدا. في حاجه اسمها sarcastic tone او نغمه السخريه. احنا من الرد نقدر نعرف ان شخص بيسخر ولا ما بيسخرش، فاحيانا ممكن انه يحصل دوت. فلابد انه طبعا الموظف بيكون بعيد عن ان هو يستخدم نغمة السخرية في اي رد على العميل، لان اكيد ده هيعمل مشاكل. في كمان بعض الاجابات ممكن يبقى فيها toughness شوية، يعني فيها صرامة، او يعني شخص يجاوب اجابة tough شوية، ممكن يكون فيها صد للعميل او رد فيه جاف، يعني رد جاف على العميل. خليني اقول ان الموقف ده حدث قدامي مرة من المرات، وانا نفسي اتاثرت بيه جدا واتضايقت جدا. كان في احد العملاء كبار السن، وكان المكان مزدحم جدا، الكيو او الصف واصل لاخر المكان. فسال بشكل عفوي جدا احد الموظفين، قال له طب في كاونترز تانية
لو الكاونترز التانية كانت شغالة كان يمكن المكان يعني يحاولوا يشغلوها، كان المكان يكون أقل ازدحاما من كده. فكان الرد احنا مش مستنيين حضرتك تقول لنا ان احنا نشغلهم، لو كان ينفع يشتغلوا كنا شغلناهم. رد غريب جدا. فأكيد طبعا العميل دوت جات له حالة من الصدمة، سكت وأحرج بشكل جامد جدا، وأنا انزعجت جدا، والناس اللي حواليا حسيت إن هم انزعجوا من الرد الصادم لينا كلنا، إنه كمان اللي رد ده كان شاب، واللي كان بيسأل كان رجل ديسنت كده وكبير في السن، فما ينفعش. انسحب من المكان ومشي. فهل ينفع رد زي ده؟ اكيد لا. الرد الطبيعي ان اول حاجه اعتذار، بنعتذر عن اي ازعاج حدث لحضرتك يعني، وان شاء الله بروميس انه اكيد هنحاول، بيبقى نوع من انواع الوعد ان احنا ان شاء الله يعني هننظر في تلك المساله ان احنا نحاول نشغل بقيه الكاونترز مثلا. بس يعني رد بسيط جدا وسهل وسامبل، ما يعملش اي مشاكل. العميل ده ما عملش اي رد فعل، لكن عميل اخر كان ممكن رد زي ده يخليه ان هو ياخد ريسبونس او استجابه معينه مش مناسبه. دي بعض الكواليتيز. مش عايزه اطول عليكم في الفيديو ده، وصل 6 دقايق وشويه. خلينا بقى في الفيديو الجاي نكمل بقيه التفاصيل، في تفاصيل تانية كتيره.